لما كنت بسمع الناس بتقول احنا بقينا عايشين في غابة ومفيش امان لحد، كنت بكدب نفسي وبقول لا، لسه الدنيا بخير. لسه الخير موجود في قلوب البشر، بس احنا اللي بعدنا ونسينا. لسه الناس بتحب بعضها زي الاول ومحدش بيجرح حد. بس للأسف اللي حصل لي خلاني ألغي النظرة دي من حياتي خالص، واعرف ان احنا خلاص بقينا عايشين في وسط غابة. لا بالعكس، الحيوانات اللي عايشين في الغابة بيرحمونا في بعضهم أحسن مننا. بالقطة بتخاف على ولادها أكتر مننا. الناس مبقاش بينها أي رحمة ولا مودة ولا خوف ولا أي حاجة عدلة في الحياة. قصة النهاردة بتبدأ من وأنا من عمر 15 سنة فاتوا. كان ليا جارة. بس قبل ما نبدأ القصة، يا ريت ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما ننساش ان حكاوينا حكاوي ميار، حكاوي من وقصص من واقع الحياة المؤلم اللي احنا عايشين فيه. النهاردة مش قصة شاب ولا بنت، النهاردة قصة وحكاية أم مسكينة وعاشت أرملة طول عمرها عشان بنتها، لكن اللي شافته في حياتها هيكون أصعب من اللي حسيته بكتير. هنبدأ. بتحكي وبتقول: أنا أم لبنت، اتطلقت من جوزي وبنتي عندها 3 سنين. عشت مع بنتي وربيتها وقلت لأ، مش هتجوز مادام أنا عايشة في شقة والدي ووالدتي. هشتغل وأصرف على بنتي على المعاش اللي باخده من والدي الله يرحمه، وخلاص مش عايزة من الدنيا أكتر من كده. كان ليا جارة قدامي كان معاها ولد وبنت، بصراحة كان في عمر بنتي تقريبا أو أكبر حاجة بسيطة. المهم الجارة دي كانت طيبة جدا معايا وكانت حنينة في حقي وحق أولادي. كان جوزها بيسافر بره في دول الخليج، فكان كل اللي ربنا بيقدرها عليه بصراحة أنا منكرش كانت بتديهولي. الست دي كانت طول عمرها وحيدة كده في الدنيا، ملهاش حد قريب منها بيجيلها خالص ولا بيزورها. الست دي المهم اتصاحبت عليا كويس قوي وحبينا بعض قوي، بصراحة حبيتها قوي قوي. وعيالها كنت بعتبرهم، كان معاها ولد وبنت، كنت بعتبرهم هم ابني وهي بنتي. كانوا زي بنتي بالظبط وكانوا قريبين من بعض في السن. المهم الست دي عشنا مع بعض، كانت بتاكل كل حاجة معايا، عندي زيها، عندي اي حاجة بدلها منها. كنا 3/4 اليوم مع بعض. هي جوزها مسافر وانا كنت مثلا بروح شغلي وباجي اقعد معاها بقية اليوم، وهي كانت بتاخد بنتي عندها الشوية اللي انا فيهم في الشغل. المهم لف الزمن ودار، الست دي تعبت قوي. والله ربنا يعلم انا اللي اشتلتها. جوزها باجي يتكلم اقول له ما تشتلش همها ولا ليك دعوه بيها خالص، انا اللي هشتلها ومالكش دعوه، خليك في شغلك زي ما انت خليك في شغلك، وانا ربنا يقدرني ويعني على خدمتها وخدمه اولادك. وفعلا الراجل بقى يشتغل وهي فضلت يا عيني تعبانه اكتر من 8 شهور. لفيت بيها على كل الدكاتره، ويشهد عليا ربنا ما قصرت في واجبها ولا في حقها يوم، هي ولا ولادها. وقعدت من شغلي وسبته لان ما كانش في وقت، كان يعتبر معايا بنت وولد بتوعها وبنتي، فما كانش عندي وقت طبعا ان انا اروح الشغل. جوزها بقى يشتغل ويبعت الفلوس، وهي بصراحه بقت تصرف علينا كلنا، وانا قعدت من شغلي اخدمها وبس، لحد ما توفاها الله بعد 8 شهور معاناه. المهم جوزها لما اتصل وعرف ان هي توفت، نزل من الشغل، نزل من السفر وقعد حوالي شهر كامل، بس بقى شايل هم ولاده. والله العظيم يشهد عليا ربنا ان بقيت اعامل ولاده احسن معامله، احسن ما كانت امهم عايشه كمان. بقيت كل يوم اطبخ واوديلهم الاكل هو وعياله لحد باب الشقه. وقال لي مراتي كانت بتقول لي قد ايه ان انت انسانه محترمه، وقد ايه انت انسانه كويسه، وان انت اللي كنت معاها واقفه بيه جنبها وكل حاجه. بصراحه جوزها عرض عليا الجواز وانا رفضت. ممكن الكل يقول لي ليه، اقول لكم لاني انا رافضه مبدأ الجواز خالص من اللي انا شفته قبل كده من طليقي، فانا رافضه مبدأ الجواز خالص. المهم قلت له لا، انا عيالك هربيهم زي ما كنت انا بربيهم وهم معايا، ما تقلقش عليهم. قال لي خلاص، انا اللي ربنا يقدرني عليه كل شهر مصاريف هبعت لهم. وقعدت من الشغل، اخدت ال3 عيال عندي في شقتي، وبقوا الشقتين يعتبر مفتوحين على بعض لان هم قبل بعض بالظبط. المهم قعدت اشتغلت في البيت ل3 ولاد، ربيتهم احسن تربية وعلمتهم احسن تعليم، وبقوا كمان داخلين على الجامعات. المهم لف الزمن ودار، وده اللي ما كنتش اتوقعه. دايما كان الشاب واخته دول بيروحوا يقعدوا في شقتهم عادي وبنتي معاهم. قلت اخوات، ما فيش في دماغي اي حاجة، مش مدية اخوانا لاي حاجة. لقيت بنتي في يوم من الايام بترجع.
قلقت جدا في ايه يا بنتي؟ قالت لي تقريبا واخده نزله برد، فاديتها حقن واديتها علاج ومش عارف ايه. لقيت الوضع بقى اتكرر، البنت دايما بيغمى عليها، البنت دايما بتدخ وبتقع، البنت عماله بترجع وهبطانه جدا ووشها دبل. قلت لها لازم نروح نكشف. اخدت بنتي فعلا ورحت للدكتور وكشف عليها، قال لي بنتك حامل. تتخيلوا صعقتي، تتخيلوا قهرتي، صدمتي، كل حاجة ممكن تتخيلوها جت في قلبي في الوقت ده. ازاي بنت حامل؟ بنتي اللي لسه في اولى جامعة ازاي هتكون حامل؟ المهم اخدت الصدمة ومشيت. يا بنتي حد عمل معاكي حاجة؟ البنت بتحلف يا ماما والله ما لي علاقة بأي حد ولا بكلم أي حد. ازاي يا بنتي ومش عارف ايه؟ قالت لي يا ماما اقسم بالله انا مصدقه بنتي وواثقه فيها، بنتي بتطلع من جامعتها على البيت ومن البيت للجامعه. طيب انا ما عرفتش البنت اختها التانية ديت، هي والولد ما عرفتهمش اللي حصل. المهم في حاجات بدأت ان انا اشك فيها، قلت لها عامة ما تتكلميش وما تقوليش، لان بنتي كانت خلاص وصلت للشهر الثالث في الحمل. فقلت لها ما تتكلميش وما تقوليش لاخواتك لحد ما نشوف الدنيا فيها ايه، علشان اخوكي ممكن يعمل فيكي حاجة. كل ده وانا معتبراهم اخواتها. المهم جيت لاحظت ان البنت والولد اخوها ده هم بيروحوا الشقة وتقول لبنتي تعالي نذاكر. الموضوع ده كان عادي بيتكرر على طول مفيش فيها مشكلة، بس جيت في الفترة الاخرانية 3 4 شهور الاخيرة دول، يعني كانوا بيروحوا مرة في الاسبوع يذاكروا هناك، مثلا مرة كل 10 ايام. لكن في ال3 شهور الاخيرة دول كانت يوميا تقول لي بنتي تعالي نروح هناك، يا بنتي ما تذاكري هنا انت وهي، مش شقة واسع الدنيا اهيت. لا يا طنط احنا نروح، او يا ماما تعالي احنا هنروح هناك هنذاكر براحتنا واحسن لنا وكده، عشان الهيصة ووجع الراس. فاللي انا لاحظته ان البنت كل يوم بتاخد بنتي وبتروح هناك وبيقعدوا بالخمس ست ساعات وبيجوا. ففي يوم قلت لا انا لازم اعرف، لما لقيت بنت الموضوع ده كده. وبعدين اخوها الشاب ده كان بيجي من الجامعة وكنت بلاقيه معاهم هناك في الشقة. فالمهم ان مش عارفة ازاي ان ربنا هداني ان في حاجة بتحصل هناك غلط. المهم كنت بروح هناك لما كنت باجي انضف الشقة تاني يوم الاقي السرير، طبعا انا مستفه السرير، الاقي السرير متفركش وكأن كان حد نايم عليه، مع ان طبعا ما فيش حد بينام هناك خالص، كلهم بيباتوا معايا في الشقة. فكنت طبعا بقول ايه ممكن يكون الولد بيريح شوية هنا ولا اي حاجة، ما كنتش في دماغي. فجيت قلقت فقلت لا لازم اشوف الدنيا فيها ايه. فدماغي هدتني ان انا اجيب كاميرا واحطها في الشقه دي واشوف بيروحوا يعملوا ايه هناك بالساعات. وخصوصا ان انا سالت بنتي قالت لي يا ماما عادي انا بروح اذاكر، بس اوقات مش عارفه الوقت بيعدي بسرعه ليه وكأن الوقت بيعدي في ساعه. قلت لها يا بنتي انتوا بتقعدوا بالخمس ست ساعات؟ قالت لي لا بنقعد، انا بحس ان الوقت بيعدي في ساعه يا ماما او اكتر. ماشي. المهم انا خلاص لما العيال كبرت كده كنت بنزل الشغل وهما كانوا بيروحوا يذاكروا هناك، فقلت اعمل كاميرا احتياطي. عملت الكاميرا وفعلا جيت وصلتها بالموبايل بتاعي وقعدت. هم راحوا الشقة هناك، كانت هي المصيبة السوداء والصعقة اللي انا ما كنتش اتخيلها، ان بنتي اللي هي من الست اللي جارتنا لقيتها بتحط لبنتي في العصير بتاعها، قامت عملت عصير هناك في المطبخ وبتحط لها حباية في العصير. وبنتي بمنتهى البراءة وهي عمالة بتذاكر في الانتريه، بنتي رفعت كوباية العصير راحت قدمتها لها، وبنتي رفعت كوباية العصير وشربتها بمنتهى البراءة. بنتي ما كملتش 10 دقايق على بعض او ربع ساعة بالاكتر، ولقيت بنتي نامت على نفسها وهي قاعدة على الكنبة. وبعدين لقيت اخوها ده رنت عليه بالتليفون، لقيته جه من بره ما دخلش عليا حتى الشقة ولا اي حاجة، جه ماشي كأنه بيتسحلب زي البني ادمين اللي هم خايفين حد يمسكهم او حد يشوفهم. ولقيته جه ودخل معاهم الشقة. ببساطة الاتنين اخدوا بنتي اشتلوها ودخلوها على السرير جوه في الأوضة، ولقيت البنت ديت اخدت بعضها وخرجت وقعدت في الانتريه تاكل في شيبسي وبتذاكر، وسابت بنتي اللي من لحمي ومن دمي لأخوها. تتخيلوا المصيبة السوداء ان انا الاقي اخوها ده بيقلع بنتي كل حتة في هدومها وبيعتدي عليها اعتداء كامل، وعمل علاقة كاملة مع بنتي. انا اول ما شفت المنظر صعقت، حسيت ان حد ضربني بسكينة بقلبي. هو ده جزاء الخير اللي انا عملته في حياتي؟ هو ده جزاء الحب والاحترام والاحتواء والحنان اللي انا اديته لهم؟ هو ده جزاء خدمتي وتربيتي ليهم؟ التليفون وقع من ايدي وانا عماله بتفرج على بنتي وهو بيعمل معاها علاقه كامله وهي نايمه يا عيني مش حاسه بحاجه في الدنيا. انهارت وما بقتش حاسه بنفسي. اخدت بعضي ما لقيتش قدامي غير ايد مقشه اخدتها في ايدي وجريت. فتحت عليهم، فتحت الباب ودخلت لقيت البنت قاعده في الانتريه عماله بتاكل في شيبسي وشوكولاته ولا في دماغها. لقيتها بتقول لي رايحه فين رايحه فين، استني يا ماما رايحه فين. دخلت مباشره على اوضه النوم ولقيت الولد
كامل عريان زي يوم ما امه ولدته، ونايم فوق بنتي بيعمل معاها علاقة كاملة. ما حسيتش بنفسي غير وانا بنزل عليه بايدي المقشة ضرب 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 ضرب، واقول له ليه؟ ليه؟ ده جزاء حب ليك، ده جزاء تربيتي ليك، ده جزاء خوفي ليك. ليه؟ ليه؟ فضلت لحد ما كسرت ايدي المقشة عليه، وهو بصراحة ما حاولش يقاومه لحد ما انا وقعت في الارض. وقعت في الارض، كل ده بنتي نايمة على السرير مش حاسة بالدنيا. فضلت اكتر من نص ساعة كده غايبة عن الوعي، وانا عمالة اهبل واتكلم واصرخ من غلبي ومن قهر. ليه عملت في اختك ليه كده؟ ده اختك، ده انا ربيتكم سوا، دي الوصية وصية ابوك ليك ان انت تخليك الراجل بتاعنا مكانه في غيابه. وفضلت اتكلم معاه وانا مقهورة ومكسورة من جوايا. فين اكتر من نص ساعة لقيت بنتي بدأت تفوق، لقت نفسها عريانة، بقت تصرخ وتقول لي في ايه اللي حصل. قلت لها ده اللي حصل ان الكلب ده هو اللي اعتدى عليكي وان انت حامل منه. شوروا عليا وقولوا لي اعمل ايه، اروح فين ببنتي، اعمل في بطنها ده ايه؟ دلوقتي هي في الشهر الثالث، قولولي اعمل ايه؟ انزل الجنين اللي في بطنها، ولا ازاي استر على بنتي، ولا اعمل ايه، ولا الواد ده اعمل فيه ايه؟ انا بجد مقهوره ومكسوره، ومحدش حاسس بالنار اللي جوايا، محدش حاسس بالنار اللي جوا في قلبي بعد كل الخير اللي انا عملته في حياتي. ده اللي يجرالي، وده يبقى جزاتي وجزات بنتي. فعلا خير تعمل شر تلقى. يا ريت حد يقول لي اعمل ايه في بنتي واللي في بطنها. دي كانت قصة أم من أمهاتنا النهاردة، وقصة حقيقية من واقع الحياة. دي حاجة بتعلمنا إن مفيش أمان لإنسان. بجد احنا بقينا الناس الحيوانات اللي عايشة في غابة عندهم رحمة ببعض عن عندنا. ازاي ان شاب زي ده اتأمنت عليه وربطه وكبرته وهي اخته، كانت امه وابوه وسنته في الدنيا، يقسى عليها ويعمل فيها كده واستحل شرف بنتها لنفسه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وننساش في الكومنتات يا جماعة نرد عليها. ويا ريت قبل ما اختم ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان كل قصة حقيقية جديدة احكيها لكم ان شاء الله يا رب العالمين. ويا رب نكون عند حسن ظنكم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وفي امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.